طيب، أنا طالع أتكلم النهاردة عشان سبب واحد فقط لا غير. السبب ده إن أنا عندي شهادة حق، وشهادة الحق اللي أنا اتربيت عليه، يعني إن لا ينفع تكتمها ولا ينفع تفكر اللحظة إذا كنت تقولها ولا ما تقولهاش، ولا ينفع بالتبعية تستنى عليها ثانية عشان تقولها. بس الظروف تحكم، وبجملة بقى سوء النية والاستباحة والاستسهال العنيف اللي بقى عند الناس لمجرد إنك معاك تليفون عليه إنترنت، فتقدر تقول رأيك في أي وقت وتقدر تشتم أي حد وتستبيح عرضه وشرفه ووطنيته لمجرد إنه اختلف معاك في الرأي أو قال حاجة مش على هواك أو. فأنا استنيت الأيام اللي فاتت دي بجملة بقى كل ده عشان ما يتقالش ولا 0% إن أنا بقى بركب ترند، أو إن أنا بقى عايز اسمي بقى يتقال ومش عارف إيه وبتاع والكلام ده، وأدخل بقى آه، في الخناقة دي وأطلع بتاع، لأن أنا ما بحبش أبقى كده، دي مش تربيتي، وما بحبش كمان اللي بيعملوا كده بمنتهى الوضوح. طيب، أنا اسمي مصطفى جاد، ملحن ومنتج موسيقي مصري. بشتغل كملحن من 2011 في الوسط الموسيقي في مصر والوطن العربي كله. اشتغلت مع معظم النجوم اللي انتوا بتحبوهم. ومنتج مصري، عندي شركتين إنتاج. اشتغلت من خلال الشركتين دول مع أكبر شركات الإنتاج في العالم، مش بس في الوطن العربي. وما بحبش أنا أتكلم بالطريقة دي أبدا، ولكن الظروف تحكم. باختصار، أنا جاي أتكلم على الهجوم اللي حاصل من كام يوم على أحمد حلمي وعلى شخصي أنا كمان. بس الأكتر هنا أنا جاي أتكلم عشان خاطر أرد غيبة الراجل المحترم ده. الموضوع بدأ من إنه أنا زوجتي النجمة الفنانة كارمن سليمان طلبت مني، قالت لي يا مصطفى أنا نفسي أحضر مسرحية بني آدم بتاعت حلمي. تمام، ومكسوف أنا أكلمه. طيب تمام، اتكلمنا، رحنا المسرحية، حضرنا المسرحية، وحصل الموقف اللي انتوا كلكم شفتوا جزء منه، أو شفتوا الموضوع بعين اللي بدأ يحرك الموضوع ده. طيب، لازم نكون متفقين على حاجة قبل ما أقول الكلام اللي أنا هقوله. ومش بقوله عشان أهدي الناس، ومش بقوله غير لوجه الله فقط لا غير. من حقك كمصري، من حقي كمصري، من حق أي مصري ومصرية إنهم يغيروا على بلدهم، وإن هم يبقوا إيد واحدة ضد أي حاجة تهدد بلدهم وكذا وكذا، لأن إحنا كلنا بنعشق مصر، وما ينفعش حد أبدا يزايد على مصرية حد. ما ينفعش حد يطلع يقول أنا وطني أكتر منك والكلام ده، إلا إذا كنت أنت حاربت وأنا ما حاربتش مثلا، أو العكس يعني. ده بس لازم نكون متفقين عليه. ولازم كلنا يبقى عندنا الغضب الرهيب ده لما يكون في سبب، لما يكون في سبب واضح. الموضوع يا جماعة الخير ينهيه كله إنه أنا وحلمي نعرف بعض من 5 سنين. اتقابلنا في مكان، ومن وقتها في تواصل. ما اقدرش اقول ان انا وحلمي صحاب بالمعنى اللي هو بنشوف بعض كل يوم وكذا وبتاع. حلمي نجم كبير انا بحبه وبحب هزاره، والهزار كان يخصني انا بمنتهى البساطة يا جماعة الخير. والله ما احب اقول كده، انا اقدر اشتري مسرح، بس الهزار كان في محله. الراجل طلع على الستيج، المسرحية يومها اتأخرت شوية على الناس، فالناس كانت في القاعة متضايقين شوية من التأخير، ولأنه الدنيا كانت زحمة جدا يومها وكذا وبتاع. فطلع الراجل بلطافته وبذكائه وبخبرته، طلع عشان يهدي الناس شوية فارتجل. ومن ضمن الارتجال ده انه نزل بشخصيته اللي بيجسدها في المسرحية، ودي كلمة مهمة جدا وما ينفعش ان انا احرق المسرحية. طلع بشخصيته دي ونزل للناس في الستيج نفسه. من قبله كان من قبلي انا وكارمن كان بيتكلم مع كذا حد وبيهزر معاه.
تمام، عشان يقول ضمنيا كده انه معلش ان احنا اتاخرنا عليكم يعني. تمام. طيب، نزل الراجل بشخصيته اللي بيجسدها في المسرحيه، اللي هي شخصيه شريره جدا. تمام. وقال الافيه اللذيذ اللطيف اللي مفيش فيه اي حاجه يعني تهين ولا الكلام الكبير اللي الناس بتقوله ده. ليه؟ ليه؟ لانه الراجل هو اللي عازمني. الراجل عازم ملحن ومنتج عنده القدرة انه يقفل المسرح لاصحابه ولعيلته. يعني احجز كل التذاكر واخلي الناس كلها تبقى موجودة وتحضر وتتبسط ب- بحب الناس لينا وبتقدير الناس لينا. يعني مش مثلا انه قادر ماديا او لا، ما ينفعش اصلا نتكلم باللغة دي. طيب، اللي انا عايز اقوله تاني واكد عليه، انا اعرف حلمي، كلنا نعرف حلمي. هو يعرفني ويعرفني بشكل شخصي من 5 سنين، ويعرف كارمن بشكل شخصي يمكن من قبلها اكتر. وكذلك ناس كتير جدا في الوسط، لان احنا في الاخر زملاء بنتقابل في اماكن كتيرة جدا وبنتعرف على بعض. في ناس بتتابع شغل بعض، بنبعت كلام حلو لبعض زي اي مهنة في الدنيا. ولكن عشان اختصر على نفسي وعلى حضراتكم يعني، انا اللي مضايقني في الموضوع حاجة واحدة بس، ان الراجل لما هزر معايا، والهزار في حالتي انا مقبول، وفي حالتي انا لذيذ ودمه خفيف. بس احنا بقينا بنقابل كل حاجة بعنف، وانت ازاي تقول على المصريين كده وبتاع. يا جماعة، هو لانه عازمني ولانه شخصيته في المسرحية منتهى الشر اللي في الدنيا كان بيهزر. ما ينفعش بقى هو يبقى حلمي. فاهمين؟ ومن هنا بدأ الموضوع بقى، والموضوع بقى ترند في كل حتة في الدنيا، وازاي وكذا ومش عارف ايه. وجالي كم مكالمات ورسائل من ناس انا عمري في حياتي ما شفت رقمهم على تليفوني، لمجرد ان انا اطلع مداخلة، ولا مجرد ان انا اعمل واسوي وبتاع. وعلى السوشيال ميديا، انت ازاي تقبل ده على كرامتك؟ انت مالك ومال كرامتي؟ ومين قال لك اصلا ان كرامتي تمثل بلحظة؟ ده واحد صاحبي بيهزر معايا، واحد صاحبي بيهزر معايا. انت منين؟ يعني ده اسمه افيه. وانا لما اتخطفت الخطفة بتاعت انه اصل انا عارف حلمي في الهزار. تمام. فانا اتخطفت اللي هو انت مش هتسيبني النهارده. فاهمين قصدي ايه؟ طيب، انا اللي مزعلني في الموضوع بمنتهى الامانه وبمنتهى البساطه حاجتين. حاجه فيهم تخصني، والحاجه اللي اكتر اللي مزعلاني تخص حلمي، وهبدا بيه. الراجل ده ما شفتش في حياتي الطف منه. شفتش في حياتي راجل محترم وبيقدر الناس وبيعاملهم كويس زيه. شفتش في حياتي واحد يحب الهزار والضحك والحياة وقعدته ما يتملش منها قد حلمي. لمجرد انه هزر هزار مش على مزاجك، ما بقاش بتاعنا، ما بقاش مننا، ما بقاش مصري اصلا. ما بقيتش انا مصري لمجرد ان انا هزر هزار مش عارف ايه بتاع. يا جماعة بالراحة على بعض. يا جماعة، يا جماعة الموضوع مش مستاهل يا جدعان. انا الراجل هزر معايا هزار، انا تقبلته. طيب، الموضوع اللي يخصني انا بقى، انا بشتغل في الشغلانة دي من 2011. جالي مكالمات لمجرد ان في خناقة والترند من اعلاميين وصحفيين كبار انا بحترمهم جدا، وعارف ان هم بيشوفوا شغلهم. بس هو الشغل في الترند بس؟ الشغل في المشاكل بس؟ مفيش شغل في مجهود كبير بيتعمل على مدار سنين؟ مفيش تغطية صحفية وإعلامية الغنوة كسرت الدنيا لملايين مشاهدات اللي مش عارف ايه؟ احنا بس دلوقتي موجودين عشان نغطي العزا الفلاني والخناقة الفلانية والمشكلة الفلانية؟ يا جماعة، صلوا على النبي واهدوا. الدنيا مش مستاهلة ان احنا ناكل في بعض كده لمجرد انه الراجل بيهزر مع صاحبه. ما عنديش حاجة تانية اقولها.